الترتيلة عنيثة اسم يطلق على أبيات من الشعر الكنسي يسبقها آية من المزامير والمجدلة وترتل في كافة المراسيم الطقسية. وهناك 4 أنواع من هذه الترتيلة في القداس. أولا ترتيلة قدس الأقداس عنيثة قنكة، ترتيلة الأسرار عنيثة رازة، ترتيلة الإنجيل عنيثة إيوانجاليون، ترتيلة البين عنيثة بين. بعد الانتهاء من المرميثة التي تكلمنا عنها في الفيديوهات السابقة تتم رتبة الدخول الاحتفالي والذي تتلى فيها ترتيلة قدس الأقداس عنيثة قنكة، ويرافقهم الصليب والشمعتان والمبخرة والكتب المقدسة للقراءات. أولا صلاة الكاهن الاستعدادية، وذلك استعدادا للطواف من قدس الأقداس إلى البين. هذه الصورة هي مخطط لرياضة كنيسة المشرق قديما، وسنذكر معكم في هذا المقطع الطواف الذي كان يحدث قديما من قدس الأقداس إلى البين. حاليا توجد 3 صيغ لصلاة الكاهن الاستعدادية. أولا صيغة الآحاد والأعياد، ثانيا صيغة الأعياد المارنية الكبرى، ثالثا صيغة لتذكار القديسين. قد موروثا أيكا تخروم شمشانك ملينا من عيد وصام شقان قد شين لخش الوعيد باركينا الدغلا وسغدنا برلا ماضينا شقينا داشنا قد المارطول هوا وروخ القدس على المين أشما ربا وثخيلا وقديشا ومورخا وطوثانا ولام الدركانا دثليثا يوثاخ مشبختا والطيبوث أخدل وذقنسان خياوينان نودي ونسجد ونشبخ بخل عدان ما ردخل أوا وورا وروخة قثش العلمين. ثانيا ترتيلة قدس الأقداس، وتتكون هذه الترتيلة من مقطعين. المقطع الأول يتكلم عن العيد أو المناسبة التي يجري فيها الاحتفال بالقداس في ذلك اليوم. أما المقطع الثاني فكان يتكلم عن الصليب الذي يتقدم الطواف من أجل تبجيله وتنصيبه على المذبح في البين. صويانك بعد صلاة قدس الأقداس تتم رتبة التبخير، حيث يضع الكاهن البخور في المبخرة وهو يتلو صلاته الخاصة. وهناك صيغتان تقال الصيغة الأولى في أيام الآحاد والأعياد، والصيغة الثانية في التذكارات والأيام البسيطة. أمين مات فأقبل مارا والآن ريخان يد وسيموثت خباخ نارا وشاثان بداث دشرارخ ونشوين نقبل جريا خبي واخد من شميام ثم نودي لك وانشم غضا شلوا بعيتا غم خللتا مليك الضراني خلطوين دتو مارو وارو يدخل أورام وروخ القدس العالمين أمين بشماز غيدا ومشبخة دتلي ثايو ثاق مشبختان نذبرخ بسمان السمين اللي قارخ ونيو الخصاين بارويد قارب السيمي وذيرو من يمار دخول أوا ورا وروخ القدس العالمين
أميم شيخا وسمخ مكيوثي وقبل تشمش خون طيب دخنان آمين ولباي كل نظرانك وطيب وضغط الواثد مظفرين نودي الأخ وانشب خدلا شرب يدم خللتا ملك ورانين وخلطوين دتو مارا ورا يدخل العلمين بشماس غيثا ونشب خادت لي ثاي وثاقم شبقتا نذبرخم باسم هالين سميلا لقان خساي بارت قارب السيمي وثيرو محنية ما ردخل هوا ورخ القدش الالمين شيخان واسماق ملكوثي وانقبل تشبش تخطيب ودخنان آمين. في رياضة كنيسة المشرق قديما عندما كانت تتلى صلاة قدس الأقداس كان الكاهن والشمامسة يقومون بالطواف من قدس الأقداس إلى البيم، وعند جلوس الأكليروس في البيم تقرب المبخرة إلى الكاهن ليباركها وهو يتلو صلاته الخاصة، ويقوم الشماس بتبخير مذبح البيم الصغير، ثم يقوم بتبخير الأسقف 3 مرات إذا كان موجودا، وكل كاهن مرة واحدة، ثم يسير بين المؤمنين مبخرا. وبعد صلاة التبخير تتلى صلاة لا خمارة حيث يتلوها الجميع. إن عطر البخور بالنسبة للآباء هو رمز للنعم التي كان ربنا مزمعا أن يعد بها الذين سيؤمنون به ويحفظون وصاياه. كذلك بالنسبة إلى مار عبد يشوع الصوباوي ترمز البخور والشموع إلى النعيم الذي سيتمتع به الصديقون في الآخرة من خلال نور مشاهدة ربنا. بعد رتبة التبخير يتلو الجميع صلاة لا خمارة، وهي من أقدم الألحان الطقسية في كنيسة المشرق، وتنسب إلى مار شمعون برصباعي، وتعتبر لا خمارة الترتيلة الاستهلالية الثابتة والأصيلة في قداس كنيسة المشرق في رتبة الدخول الاحتفالي. لا خمارة ادخل مولينا ونبي شوف شيغا شافينا داتم أخوانة بغرك وتباركتم زهتا. وتقول تفاسير الآباء أن هذه الترتيلة هي رمز لاعتراف الرسل بالرب يسوع المسيح الذي أعلنه شمعون الصفا أي بطرس قائلا أنت هو المسيح ابن الله. قبل ترتيلة لا خمارة لا يقول الشماس نصلي السلام معا، وإنما يقول فقط السلام معنا، لأن حسب المؤلف المجهول لأنهم قبلها كانوا يطلبون أن يحل السلام بيننا، أما الآن فقد جاء السلام وحل بيننا. ترتيلة قدوس الله قديشة لها وتأتي بعد ترتيلة لا خمارة مباشرة، ويرجع الليتورجيون أصل هذه الترتيلة إلى دمج آيتين من الكتاب المقدس، إحداهما ما جاء في سفر إشعياء النبي على لسان الملائكة المرتلين قدوس قدوس قدوس، وثانيهما ما جاء في سفر المزامير في الآية التي تقول ظمأت نفسي إلى الله القوي الحي، مع استبدال كلمة الحي بمرادفها اللامائت. وإن أقدم وثيقة عن استعمال ترتيلة قدوس الله كانت في كتابات البطريرك مار إيشعياب الأول، الذي يقول أن كنيسة الله تردد القانون أي الترتيلة صباحا ومساء في كل مكان تحت الشمس. يقول مار إيشعياب الأول أن هذه الترتيلة تعريف بالله من خلال صفاته الإلهية الأساسية الإيجابية والصفات التي تنفي عنه كل سلبية. وقال الآباء أيضا إنها رمز لتقديس الملائكة الذين رافقوا المسيح، كما قال الطوباوي متى إذا بملائكة دنوا منه وأخذوا يخدمونه. وقال مار جبرائيل القطري أن هذا القانون تمجيد وتسبيح الطبيعة الإلهية، ويميز بين أقانيم الثالوث الأقدس، ويشير إلى الوحدة غير القابلة للتقسيم في الكائن السامي.